قال لي كاكا احمد كل صغير مكير، هسه ميسي مو قصير بس هو افضل لاعب بالعالم، لفات ايتيز هم هيج، ترى صدقنا عليه. والله القد ما خابصنا بي الا اجربه واطلع من نفسي. احنا مستحيل نجي الاربيل اذا ما نجرب ايتيز. انت ركزت على شغله بالقمصان مالتنا؟ طبعا هو مكان حلو ومشكنم وكل شيء ينطبخ قدامكم. اليوم قالوا مسوين لفه جديده هي الترافل برجر والترافل فرايز، فتعالوا خلينا نسويها سويه. لا تنسون لحم ايتيز فريش كل يوم. ايتيز قريبا جدا ببغداد. طبعا ايتيز مختص بالسماش برجر. النظافة والترتيب بأيتيز قدامكم. هاي التصبيره قبل ما تكمل الكبيره. شباب اسمحوا لي نقسم الحصص بالتساوي والعداله. اول شيء لفه السبايسي الى صاحبها، خلي اجرب واكمل التوزيع. اسمحوا لي. تفضل الاكلاهوما. هواي يكتبوا لي بمقاطع القديمه انه لفاته صغيره، للامانه هاي قدامكم لفاته وصدق صغيره. قال لي كاكا احمد كل صغير مكير، هسه ميسي مو قصير بس هو افضل لاعب بالعالم، لفات ايتيز هم هيج، ترى صدقنا عليه. للامانه الجديد مالتهم رهيب، صوص الترفل، مشروم ترفل، الفرايز ترفل. من تكملها يلا اخذ رايك. اني شهادتي بيه مجروحه. بعيدا عن اللحم، الدجاج قرمشته ونكهته يم ايتيز رهيبه. شباب مديتكم لو ما قايل لكم احسن. للامانه شباب تقييمكم الايتيز من 10. اني اللي خابصكم بيه، تريدنا قيمه؟ هاي اللفه الثانيه وانت قيس. 10 الا ربع، ما انطيهم 10 ابد. زين ليش؟ الا يكبرون الصمونه. شكرا جزيلا، بقينا على 10 الا ربع. ايتيز باربيل وقريبا ببغداد، راح تجربون البرجر اللي على اصوله والف عافيه. اليوم كنا باربيل دريم سيتي، البوابه اللي مقابيل امباير يم ايتيز.